يا مساء الفل أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من بودكاست حب ولا صياح. هنا المكان اللي هتبعتولنا فيه مشاكلكم العاطفية أو الصياح عن علاقاتكم، وهنقول لكم تعملوا إيه أو هنصيح مع بعض أيهما أقرب، وهو بدل ما تصيحي لوحدك. النهاردة معانا مشكلة اتبعتت لنا على لينك صراحة، وبصراحة المشكلة دي كتير من البنات بتقابلها. تعالوا نقرأ ونشوف المشكلة دي ايه. هي بعتة بتقول: أنا كنت مرتبطة بواحد وقعدنا مع بعض 2 سنين وكنت بحبه جدا وهو كمان كان بيحبني قوي. بعد كده لما قلتله يجي يتقدم خاف وعمل فيها إنه مضغوط وعنده مشاكل في الشغل وبعدها اختفى. عارفاه اللي بيختفي فجأة ده؟ يعني هي بتبقى ظروفه زي الفل وانتوا مرتبطين، اول ما تقوليله تعالى تقدم تلاقي كده الكوارث الطبيعية والغير طبيعية كلها حصلت له. خلينا نكمل. بتقول: بعد كده جالي عريس تاني وتعرفت عليه وخلاص اتفقنا على الخطوبة. ايوه كده، احب البنات اللي بتموف اون بسرعة. راح قرد يجي غزال، الدنيا مش هتقف على حد. وبتكمل وتقول: بس انا لسه بحب اللي كنت مرتبطة بيه ومش قادرة انساه، وخطيبي ده مش شبهه وانا عايزة واحد زيه او عايزاه هو. واضح ان هي ما طلعتش من البنات اللي بتموف اون. اقولك طلعتي ايه؟ ها؟ طب بصي، انتي محتاجة تشوفي انه مش راجل وباعك. يعني لو مش واخدة بالك، كان في مميزات وحاجات انتي حباها بس خلاص مشي. فنشوف بقى اللي موجود وبيحبنا ده وملوش ذنب في الليلة دي. مش لازم يبقى شبهه، اصل طول ما انتي حاطة في دماغك انك عايزة واحد زيه مش هتلاقي، واصلا ده طلع واطي. عايزة واحد شبهه ليه؟ بتعشقي المعاناة. خدي وقتك وانسي، بس اوعي تدخلي علاقة او خطوبة وانتي لسه بتحبي الاولاني. مش عارفة انا ايه البنات اللي بتتعلق بالراجل باعها. اختفى يبقى ارمي ورا ظهرك ونشوف غيره، وعلى رأي فوفا غار في داهية. ورجعنا لكم تاني ومعانا مشكلة تانية، وصاحب المشكلة هنا اللي بيختفي فجأة بذات نفسه. خلينا نشوف ايه المشكلة دي. بيقول صاحب المشكلة: انا وهي كنا بيست فريندز بقالنا 3 سنين، وهي جت وقالت لي بحبك، فبعدت واختفت شوية. ايه يعني، اتصدمت ولا ايه؟ بعدها بيكمل وبيقول: بعدها فترة رجعت وقلت لها وانا كمان بحبك وخلينا نجرب مع بعض، وقعدنا 3 شهور. ثانية واحدة، انت من بتوع نجرب وكده؟ مش عارفة ليه مش مرتاحالك. وبيكمل وبيقول: بس هي كانت عمالة تزن علشان اجي اخطبها، وانا شايف اننا لسه بنجرب، هل عارفين كل حاجة عن بعض؟ يا ابني ما انتوا بتحبوا بعض ومتفاهمين، يعني هي مش تجربة كيميائية هي. وبيقول: في مرة بسبب زنها اتخانقنا. لا هي ملهاش حق، بياعة البت دي. وبيقول ان هو اتضايق لان هي بدأت ان هي تقوله ان هي مستحملاني بقالها فترة كبيرة، واني مش مهتم بيها، واني كنت مهتم بيها اكتر لما كنا صحاب، وده خلاني بعدت واختفيت شوية. هو ايه الحكاية؟ هو انت كل ما تتضايق ولا تتقمص تروح واخد بعضك ومشي؟ بيقول: بس المشكلة دلوقتي اني بحبها وعايز ارجع لها وهي مش بترد عليا ومش عارف اعمل ايه. لا هي ليها حق ما تردش عليك بصراحة. بص، انت من الواضح ان انت عندك جاموفوبيا، وده معناه الخوف من الجواز، فانت مش جاهز تدخل في علاقة دلوقتي. فانا من رأيي ان انت تسيب البنت في حالها، لان انت هتفضل كده متردد وعمال بتختفي وتظهر ومعلقها معاك على الفاضي. فنتعالج الاول ونحل المشكلة دي، ولما تحس فعلا ان انت مش متردد من فكرة الارتباط وحابب انت اللي تاخد الخطوة من غير ذنب،
ساعتها هتكون مستعد للخطوة دي. وكده يكون صياحنا النهاردة خلص. مستنية رأيكم في مشكلة الناس اللي بتتعلق باللي باعها والراجل اللي بيختفي فجأة. ولو عندكم انتوا كمان مشكلة عاطفية أو صياح، ممكن تشاركونا في الكومنتات أو على لينك صراحة اللي هتلاقوه تحت الفيديو. واشوفكم مع مشكلة جديدة وصياح جديد من بودكاست حب ولا صياح. باي.